العميل قال لي السعر غالي. اللحظة دي بتفصل بين بيعة ضايعة وعلاقة طويلة. خلينا أفكركم بموقف من المستشفى. مريض جاي بألم في الصدر، اتعمل له فحوصات شاملة، الفاتورة في الآخر طلعت مبلغ مش قليل. المريض قال السعر غالي جدا، في مستشفى تاني أرخص. فالرد كان واضح، صحيح، لكن خليني أقول لك الفرق. في المستشفى التاني فحوصات بسيطة، لو في مشكلة خطيرة ممكن ما تكشفش. عندنا فحوصات دقيقة، أجهزة متقدمة، استشاري خبرة بيراجع النتائج بتاعتك. الفرق مش في السعر، الفرق في القيمة اللي خدها المريض. انت مش بتدفع علشان خاطر تمن كشف، انت بتدفع علشان خاطر راحة بالك. المريض فهم ودفع وهو مرتاح. ونفس المبدأ بالظبط في الذهب. لما العميل يقول لي السعر غالي، بسأله انت بتقارن بايه؟ غالبا بيقول لي والله في محل تاني ارخص الحاجة دي. عندنا 5 حاجات بتدخل في السعر. الوزن، يكون وزن معتمد، كل جرام مضمون وانت واثق من كده. النقاء، قطعة الذهب اللي اشتريتها نقائها عامل ازاي؟ هل هو العيار مظبوط ولا مش مظبوط؟ المصنعية، لازم تكون مصنعية عادلة. الضمان، صيانة مدى الحياة، ولو عايز تبيع نشتري منك بسعر السوق، سعر عادل. الثقة، شركة عائلية من سنين، اسم معروف. دلوقتي الفرق مش في المبلغ، الفرق في راحة بالك. لو هتشتري ذهب من مكان وبراند مجهول ممكن توفر شوية في البداية، لكن هتخسر أكتر في النهاية. وزن ناقص، عيار مش مظبوط، صعوبة أثناء البيع. أنا في الطب اتعلمت إن المريض اللي بيدور على أرخص علاج بيدفع أكتر في الآخر، والمريض اللي يدور على أفضل علاج بيتعالج من أول مرة ويوفر فلوس ووقت وصحته بتبقى أحسن. ونفس المبدأ في الذهب، لما تفهم الفرق بتشوف القيمة مش السعر. لو المحتوى ده فادك في فهم اللعبة اكتب كلمة قيمة في الكومنتات وشير الريل ده عشان الناس تستفاد.